بيبدأ الفيلم بمجموعة من الديناصورات النباتية اللي عايشين حياة سعيدة لحد ما بيهجم عليهم مجموعة من الديناصورات المفترسة واللي اسمهم كارناتورس. فبيهربوا الديناصورات من المكان بسرعة وبيكون في بيضة ديناصور، فبيجي ديناصور مفترس وبياخد البيضة دي. وبالمناسبة البيضة دي فيها بطل حكايتنا. وبيجري الديناصور المفترس بالبيضة لكنها بتقع منه في المية، وبتتنقل البيضة من مكان لمكان لحد ما بتوصل لجزيرة القرود، وبيلاقيها عيلة من القرود اللي بتتكون من القردة بليو وعيالها سوري وزيني وكمان جدهم يار. وبيكونوا خايفين جدا من البيضة لانهم مش عارفين ايه اللي فيها، لكن بليو بتكون هتموت وتعرف اللي موجود فيها. وفجأة بتفقس البيضة وبيخرج منها ديناصور صغير، ولان بليو بتكون عايزة تحتفظ بالديناصور ده، لكن يار بيقول لها تتخلص منه لانه كائن متوحش ومصيره في يوم من الايام يكبر وياكلهم. ولان بليو عارفة ان باباها طيب فبتقول له ياخده يتخلص منه هو، لكن يار ما بيقدرش يعمل كده وبيقول لها تحتفظ بيه وان هم هيعلموه يكون ديناصور نباتي. وفعلا بتاخد بليو الديناصور وبتربيه وسط عيالها وبتسميه ألادار. وبتمر الايام وبيكبر ألادار وبنشوفه وهو بيلعب مع القرود الصغيره. وبتروح لهم بليو في الوقت ده وبتقول لهم ان موسم التزاوج بدأ، وبتقول لألادار يروح ينادي لزيني اللي كل سنه ما بيعرفش يطلع بعروسه. وبيروح ألادار لزيني اللي بيكون قاعد على البحر وبيتدرب ازاي يخلي البنات تعجب بيه، وبياخده علشان يروح لاجتماع زعيم القرود. وفي الوقت ده يار بيكون قاعد مع كل القرود الذكور اللي في الجزيره وبيديهم نصايح ازاي يختاروا شريكه حياتهم في موسم التزاوج. وفي الناحيه التانيه بنشوف بليو اللي بتكون مجمعه ناس القرود وبتعلمهم ازاي يختاروا شريك حياتهم كويس. وبعد شويه بيجي ألادار وبيجمع كل القرود علشان يبداوا احتفال موسم التزاوج. وبيبدا الاحتفال وبيرقصوا القرود مع بعض وهم فرحانين جدا. بس للاسف زي كل سنه زيني ما بيكونش لاقي شريكه حياته، فبيروح له ألادار وبيقول له انه اكيد هيلاقيها السنه الجايه. وبنشوف بليو ويار اللي بيكونوا خايفين جدا على زيني لانه بقاله كتير اعزب. وبليو بتكون خايفه كمان على ألادار لان مفيش بنت من فصيلته في الجزيره علشان يتجوزها. فبتروح بليو لألادار وبتقول له انها نفسها تطمن عليه وتشوفه مكون عيله، لكن ألادار بيقول لها انه مش متضايق من كده وكفايه ان عنده عيله كويسه زيهم. في الوقت ده بيشوفوا شهب ونيازك نازله من السماء لكنهم ما بيكونوش عارفين ايه اللي بيحصل، لحد ما بيشوفوا نيزك قدامهم وبيقع في البحر وبيعمل انفجار كتير، فبيخافوا كلهم وبيجروا من المكان. لكن النيازك بتفضل تنزل عليهم وبتكون على وشك انها تقضي عليهم، فبيجري ألادار بسرعه وبينقذ سوري قبل ما النيزك يقع عليها. وبياخد كمان يار وبلي وزيني وبيجروا بسرعه في الغابه وهو خايف لحد ما بيوصل لحافة المنحدر. ولما بيقرب منهم نيزك بيضطر ألادار ينط في البحر. تيجي موجة بتبعد القرود عنه وبيحاول ألادار يوصل لهم لكنه ما بيقدرش. وبعد فترة بتهدى النيازك وبتقف تماما وبيقدر ألادار ينقذ القرود وبيطلعوا كلهم من المية، لكنهم بينصدموا لما بيلاقوا ان الجزيرة اتدمرت بالكامل وبيحزنوا على القرود اللي ماتوا بسبب اللي حصل. وبعد شوية بيمشوا من المكان علشان يدوروا على مكان جديد يعيشوا فيه لحد ما بيوصلوا لأرض صحراوية وبيتفاجئوا ان فيها ديناصورات مفترسة. وبتتجمع الديناصورات دي حوالين ألادار علشان يهاجموه، فبيجري ألادار بسرعة علشان يهرب منهم، لكن الديناصورات بيفضلوا يطاردوه. وفي الوقت ده بتيجي رياح شديدة فبتخاف الديناصورات المفترسة وبتهرب. ووقتها ألادار بيتفاجئ بقطيع كبير من الديناصورات النباتية، فبيتحرك ألادار من مكانه وبيدخل في وسط القطيع وبينبهر لما بيشوف أنواع كتير جدا عملاقة من الديناصورات. وبعد شوية بنشوف القطيع وهو ماشي في وسط الجبال، ووقتها بيقول كورون للمساعد بتاعه اللي اسمه بروتون ان هم هيضطروا يريحوا هنا شوية وهيكملوا طريقهم تاني يوم بمجرد شروق الشمس. فبينادي بروتون على القطيع بصوت عالي وبيقول لهم ان هم هيريحوا هنا لحد بكرة وهيكملوا طريقهم بمجرد شروق الشمس. وفي الوقت ده بيقرب ألادار لاتنين من الديناصورات واللي بيكون اسمهم إيما وبيلين، وبيسألهم هم رايحين على فين. فبتقول له إيما ان هم رايحين مكان جميل اسمه أرض المأوى، وده علشان يهربوا من الديناصورات المفترسة اللي اسمهم الكارنوتورس. وبتتدخل بلين وبتقول له ان كرون هو قائد قطيع الديناصورات وانه ديناصور قاسي جدا وانه عنده استعداد يضحي بكل الديناصورات المريضه والضعيفه اللي زيهم. وفي الوقت ده بيجوا كرون وبروتون وبيقربوا منهم، فبيروح له ألادار وبيعرفه بنفسه وبيقول له يمشوا بالراحه شويه، وده علشان الديناصورات الضعيفه والمريضه يلحقوا يمشوا مع القطيع. فبيتريق عليه كرون وبيقول له ان الديناصورات الضعيفه والمريضه تستحق الموت وبيسيبه وبيمشي. ووقتها بتروح له الديناصوره نيرا اخت كرون وبتقول له ان كرون ديناصور قاسي شويه وبيعامل كل الديناصورات الجديده بالطريقه دي. وبيرجع ألادار لاصدقائه وبيقول لهم ان هم مضطرين ينفذوا كلام كرون، وده علشان يهربوا من الديناصورات المفترسه واللي بتكون بتراقبهم من بعيد. وتاني يوم بيصحوا الديناصورات وبيتجمعوا علشان يتحركوا، وبنشوف كرون اللي متضايق جدا وبيقول لألادار يتحرك بسرعه علشان يتحركوا. وفي الوقت ده زيني بيقول لألادار ان نيرا اخت كرون جميله جدا وانها مناسبه علشان تكون شريكه حياته. وفي الطريق بيقول كرون لبروتون ان في مجموعه من الديناصورات بطيئه جدا وان هم
هم مش هينفعوا يبطئوا حركتهم مهما حصل. وفي الوقت ده بيقول بروتون للقطيع ان مفيش حد هيشرب ميه لحد ما يوصلوا للجانب التاني من الجبل ويلاقوا البحيره. وفعلا بينطلق قطيع الديناصورات بسرعه اكتر، بس بعد شويه بيبان عليهم التعب، وده بسبب درجه الحراره العاليه ونقص الميه، لكنهم بيفضلوا ماشيين لحد ما الدنيا بتليل عليهم. ووقتها واحد من الديناصورات بيقع على الارض من التعب، لكن باقي الديناصورات ما بتهتمش وبيمشوا. ووقتها بتيجي الديناصورات المفترسه وبتاكله. وفي اليوم اللي بعده بيكون قطيع الديناصورات تعب جدا، وبيساعد ألادار إيما وبيشجعها علشان تكمل طريقها. وبعد رحلة طويلة بنشوف قطيع الديناصورات اللي بيكونوا وصلوا أخيرا للناحية التانية من الجبل، وبيكونوا فرحانين جدا لأنهم قربوا من البحيرة، لكنهم بيتفاجئوا لما بيلاقوا إن البحيرة دي اتبخرت كلها. ووقتها بيطلب كرون من بروتون ياخد المساعد بتاعه ويدوروا على مكان تاني يكون المية لسه موجودة فيه، وبيأمر باقي القطيع يتحركوا علشان يكملوا طريقهم. وفي الناحية التانية بنشوف إيما وهي حزينة جدا، وبتقول لأصدقائها إن زمان المية كانت موجودة حواليهم في كل مكان، وإنها خلاص ما بقتش قادرة تعيش بالشكل ده. فبيروح لها ألادار وبيواسيها وبيقول لها إن هم لازم يكملوا طريقهم. وفي وقت ما هم ماشيين ألادار بيسمع صوت غريب خارج من الأرض، وبيطلب من بيلين إنها تتحرك من مكانها، وبيحفر ألادار تحت أثر رجلها وبتخرج مية من الحفرة، وبينادي على إيما علشان تشرب. وبيفضل ألادار ينادي بصوت عالي علشان ينتبه له باقي القطيع. ولما القطيع بيقرب من المية كرون بيمنعهم وبيشرب لوحده، فبيحاول ألادار إن هو ينظم القطيع. وفي مكان تاني بنشوف بروتون والمساعد بتاعه وهم بيدوروا على مكان فيه مية، وبنشوف ديناصور القرنتورس المتوحش اللي بيراقبهم من بعيد، وبينقض على بروتون والمساعد بتاعه بمنتهى العنف. وعند قطيع الديناصورات بنشوف ألادار وهو بيطمن الديناصورات الصغيرة وبيساعدهم علشان يشربوا من المية. وبتراقب نيرا كل اللي بيحصل من بعيد، وبيبان عليها إنها معجبة بألادار، وبتقرب منه وبيتكلموا هما الاتنين مع بعض. وبيقول لها ألادار إن هما ما ينفعش يسيبوا الديناصورات الضعيفة والمريضة ويمشوا، فبتقول له نيرا إن دي طبيعتهم وإن هما لازم يتخطوا المصاعب دي. لكن ألادار بيقنعها بكلامه وبيروحوا يشربوا مية، ووقتها بيكون باين عليهم هما الاتنين إن هما معجبين ببعض. وفي الناحية التانية بنشوف كرون اللي بيراقبهم من بعيد، وبيكون باين عليه إنه متضايق جدا. وفي الوقت ده بيجي بروتون وبيقول لكرون إن ديناصورات القرنتورس قريبة جدا منهم، فبيأمر كرون القطيع إن هما يتحركوا بسرعة. فبيطلب ألادار من كرون إن هما يستنوا لحد ما يعرف أصدقائه إنهم لازم يتحركوا، لكن كرون بيرفض. فبيقوم ألادار بسرعة وبيروح لأصدقائه وبيقول لهم إن ديناصورات القرنتورس قريبة جدا منهم، وبينطلق ألادار وأصدقائه علشان يهربوا بسرعة. وبالليل بيوصلوا ديناصورات القرنتورس للمكان اللي كان القطيع فيه، وبيشربوا من المية علشان يكملوا رحلتهم. أما ألادار وأصدقائه بيكونوا ماشيين لوحدهم لأنهم بطاء جدا، والقطيع بيكون بعيد عنهم. وفي الطريق بيسمع ألادار صوت وبيتفاجئ ببروتون اللي بيكون كرون سابه ومشي لأنه مصاب. فبيقرب ألادار منه وبيقرر إنه يساعده علشان ياخده معاه، لكن بروتون بيرفض وبيقول له إن ده مصيره، وبيطلب منه يسيبه ويمشي. لكن ألادار ما بيسمعش كلامه وبيقول له إن هو لو غير رأيه هيلاقيهم موجودين في الكهف اللي جنبه. وفي الوقت ده الدنيا بتمطر، فبيروح ألادار يجيب بروتون وبيدخله للكهف، وبتبدأ بليو تعالج جروحه باستخدام نباتات موجودة في الكهف. فبيسألها بروتون ليه ألادار بيساعد الديناصورات الضعيفة والمريضة رغم إن مصيرها الموت. فبتقول له بليو إن مصيرهم هيكون الموت لو قرروا يستسلموا للموت، وإنهم لازم يعافروا علشان يعيشوا. وفي الوقت ده بنشوف ديناصورات القرنتورس اللي بتقرب من الكهف، ولما ألادار بيشوفهم بيصحى أصدقائه، لكن الديناصورات بيكونوا شافوهم وبيبدأوا يهاجموهم وبينقضوا على ألادار وبيكونوا خلاص هيقتلوه. لكن بروتون بيتدخل وبيدافع عنه، وبيقول لألادار يروح مع أصدقائه وهو هيشتت ديناصورات القرنتورس. وبروتون بيخبط في صخرة فبتنهار وبتقع عليه، وبينهار الكهف بيه وبالديناصورات المتوحشة. وفي الوقت ده بيرجع ألادار علشان يطمن على بروتون، لكنه بيلاقيه خلاص مات. وبيلاحظ ألادار إن في واحد من الديناصورات المتوحشة لسه بيتحرك، فبياخد أصدقائه وبيهرب. بيطلع الديناصور من تحت الحطام وبيقرر إن هو ينتقم من اللي قتله أخوه. في الوقت ده ألادار وأصدقائه بيوصلوا لنهاية الكهف، لكنهم بينصدموا إن الكهف مسدود بصخور ضخمة. فبيحاول ألادار يدمر الصخور دي لكنه ما بيقدرش، ووقتها ألادار بيستسلم للموت. لكن بلين بتقرب منه وبتشجعه وبتقوله إن هم أكيد هيلاقوا حل، وبيتحدوا كلهم مع بعض وبيبدأوا يدمروا الصخور، وفعلا بينجحوا. وأخيرا بيوصلوا لأرض المأوى وبيفرحوا جدا، وبيفضلوا كلهم يلعبوا مع بعض. وبعد شوية بيشوف ألادار الطريق اللي القطيع المفروض هيجوا منه، لكنه بينصدم لما بيلاقي جدار فاصل عالي جدا وإنهم مستحيل يقدروا يعدوا من خلاله. وبيقرر يرجع للقطيع من تاني علشان يعرفهم الطريق اللي هو جه منه. أما القطيع بيكونوا فعلا وصلوا للجدار الفاصل، فبيقول كرون لنيرا إن هم يتسلقوا الجدار ده بكرة. لكن نيرا بتكون مستغربة لأن معظم القطيع مش هيقدروا يتسلقوا الجدار ده. أما ألادار بنشوفه بيخرج من الكهف، فبيشوف ديناصور
الكارنوتورس فبيستخبى بسرعة وبيجري بسرعة علشان يلحق القطيع. وتاني يوم بيقول كرون للقطيع ان هم لازم يتحركوا ويتسلقوا الجدار، لكن القطيع كله ما بيكونوش عارفين يتسلقوا الجدار ده. وفي الوقت ده بيوصل لهم ألادار وبيحذرهم ان ديناصور الكارنوتورس قريب منهم، وبيطلب منهم يجوا معاه علشان يوصلهم لأرض المأوى من طريق مختلف. وبيتعصب كرون على ألادار وبيضربه، وبتبدأ ما بينهم معركة كبيرة، وبيكون كرون على وشك انه يقتل ألادار، لكن نيرا بتتدخل وبتنقذ ألادار. فبينصدم كرون وبيحزن ان اخته اختارت ألادار. ووقتها كل الديناصورات اللي في القطيع بيروحوا مع ألادار، وفجأة بيظهر الديناصور المتوحش فبيقول لهم كرون ان هم لازم يهربوا بسرعة، لكن ألادار بيقول لهم ان هم ما ينفعش يهربوا ولازم يتحدوا مع بعض علشان يهزموه. فبيقرب ألادار من الديناصور المتوحش وبيبدأ يعمل صوت عالي، وبتنضم له نيرا وباقي القطيع، فبيخاف وبيبعد عنهم. لكنه لما بيشوف كرون لوحده بيروح له بسرعة. لما بيلاحظوا ألادار ونيرا ده بيروحوا بسرعة علشان ينقذوه، وبيحاول كرون يهرب من الديناصور، وبتدور ما بينهم معركة عنيفة. لكن قبل ما الديناصور المتوحش بيقتل كرون بتتدخل نيرا وألادار وبيبدأوا يهاجموا الديناصور، لكنه بيكون أقوى منهم بكتير. لكن ألادار بيتشجع وبيبدأ يهاجمه، بتنهار حافة الجدار وبيقع الديناصور المتوحش. ووقتها بتروح نيرا وألادار علشان يطمنوا على كرون اللي للأسف بيكون مات هو كمان. ووقتها ألادار بيقود القطيع لحد ما بيوصلوا لأرض المأوى، وبيعيشوا كلهم فيها بسعادة. وبتمر فترة طويلة وبنشوف زيني بعد ما لقى شريكة حياته، وبنشوف ألادار ونيرا اللي بيطمنوا على البيض بتاعهم اللي بيفقس وبيطلع منه أول ابن الألادار ونيرا. وأخيرا بيعيشوا الديناصورات والقرود في سلام بعد رحلة طويلة مع المخاطر. وبس كده، ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب وتقولوا لنا رأيكم في الكومنتات. سلام.